يا صباح الفل ومساء الهنا على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه دلوقتي. عايزه اقولك ان شويه الكفته اللي هتعمليهم زي اللي انا هعملهم في الفيديو ده، اعتبر انك انت عندك كنز في التلاجة او في الفريزر من احلى انواع الكفته واكترها تجديدا اللي ممكن تتخيلوها في حياتكم. ليها تيست عالي كده لوحديها، بتقعد في مكانه تانية ما حدش بينافسها. انا هعمل كميه كبيره، بس انا عايزه اقولك لو انت عندك 2 باوند ممكن تستخدمي لهم بصلايه صغيره، عليهم بيضة، عليهم معلقتين بقسماط، وتحطي بقى التوابل. انا حطيت على فكرة توابل بصل باودر، توم باودر، بحب جدا فيها السبع بهارات، سنة قرفة، ملح وفلفل. وهتضربي البيض مع البصل زي ما انتي ما شايفاه في نفس الطريقة في الكبة. زي ما قلتلك انا اديتك مقادير صغيرة، لكن انا بعمل بكميات كبيرة. احنا لسه شغالين في سلسلة التفريزات. اتمنى انها تكون السلسلة عجباكم بجد. بصوا انا هنا عملت حوالي 6 من 6 ل7 باوند لحمة. خلاص انا قلت اهو في الفيديو 6 وشوية. انا طبعا عشان انا هعمل كمية كبيرة فانا بستخدم كميات اكتر. من احلى الحاجات اللي ممكن تفضل في الفريزر وتاخديها تقليها وهي مفرزة، اول ما يبقى النار بتاعتها عالية تنزل فيها، بعد كده توطيها، بتطلع حاجة فوق الرهيبة. شايفين قوام البصل مع البيض؟ انا حطيت جوز الطيب، حطيت 7 بهارات، حطيت ملح، حطيت فلفل، وهحط كمان شوية بصل باودر، توم باودر. حاجة مهمة جدا ما تنسيهاش ابدا، سنة القرفة. حاجة التانية المهمة البيكنج باودر. البيكنج باودر بيتفاعل جدا مع اللحمة وبيخليها من جوه هشة ومش مكتومة، ودي حاجة احنا محتاجينها جدا. هعجنهم حلوة قوي، واول ما تشوفي القوام بتاعهم حلو كده، بيحتاجوا لازم يتحط عليهم من 2 ل3 بقسماط. انا حطيت كبشتين حلوين بايدي عشان أنا ببقى عارفة طبعا ملمسها. المهم الكفتة ما تبقاش سايلة. يعني عايزة اقول لكم على قد ما هيبقى فيها بصل، بس اللي بيظبط مية البصل اللي بتنزل بسبب الملح والفلفل هي شوية البقسماط، فما تنسيش الحتة دي ابدا. شايفين قوامها حلو جدا. هنا انا سهلت عليكم، انا صبعتهم كلهم، دول ال6 باوند اللي انا عملتهم. طلعوا كمية حلوة، ريحتها كانت عجباني بشكل مش ممكن. خلاص جربوها، بلاش نخلينا في الحاجات التقليدية اللي هي بنعمل كفتة مشوية، كفتة على الجريل. انا بحب الكفتة بكذا نوع، كفتة بانيه بحب كمان اعملها جنبيها بطاطس وطماطم صينية. هعمل لكم دي كمان فيديو او هتلاقوها على الصفحة. جهزت البقسماط والبيض، ضربت كذا بيضة طبعا عشان انا هعمل كمية. حطيت عليهم شوية ملح وفلفل. وبعد كده نسيت ايه، نسيت اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير. بنات شجعونا بجد، بنتعب كتير جدا عشان خاطركم. اتمنى تكون الفيديوهات اللي بتنزل بتعجبكم. قولولي كمان في الفيديوهات تحب اعمل لكم ايه، نوعية الفيديوهات اللي تحبوها. بستجيب جدا على فكرة لكومنتات الصفحة او لرسائل الصفحة. هنا انا كنت بس باخد الكفتة، بحطها في البقسماط، بحطها في البيض الاول، ومن البيض على البقسماط، وادحرجها كده دحريجه بسيطه جدا، وبعد كده احطها في الفويل زي ما انتوا شايفين. تقعد عندكم بالشهور في الفريزر، طعمها فوق الرهيب، من اكتر انواع الكفتة اللي حرفيا مقربة الى قلبي. يعني بحبها جدا، تستها بيبقى في حتة تانية خالص بعيدة عن اي نوع كفتة تتخيله. حلوة جدا لللانش، حلوة جدا لو عملتوا جنبيها شوية مكرونة بالصلصة، عملت شوية جنبيها مكرونة بشاميل، عملتوها هي اصلا بس سندوتشات كده لوحديها، فظيعة فظيعة. اتمنى انكم انتوا تجربوها. هستنى جدا تطبيقاتكم في الكفتة دي بالذات وتعليقاتكم الحلوة ما تنسوهاش. بحبكم جدا من كل قلبي، شكرا على كل الدعم والمحبة اللي دايما بشوفه منكم في الصفحة. كمية الكومنتات الحلوة، كمية الشير، كمية الكلام الجميل، التفاعلات بتاعتكم، بجد حابة اشكركم جدا من كل قلبي. مش قادرة اقول لكم كومنتاتكم دي بتوصل قد ايه لقلبي وبتفرحني، وبحس فعلا ان انا بقدر اساعدكم بأي حاجة.